اللاعبين هم يتحملون المسؤوليه. بس خليني استرسل لانه موضوع شائك صراحه. بس باختصار حاول تفضل. انا في وجهه نظري مع اللاعبين اللي شفتهم في هذه البطوله، احنا البارحه تكلمنا، انا ما دخلت بالامور الفنيه وما تكلمت، وحاولت انه انا اعرف كل المنتخبات العربيه تتابع المجلس وتسمع الصوت، تسمع النقد وتسمع المدح تسمع الاطراء كلها تاخذه، اعرف. فانا تكلمت البارحه، تكلمت كثير على الجانب النفسي، لان كنت اتوقع انه راح يجي مردود نفسي او جانب نفسي من اللاعبين العمانيين ويكون مردودهم داخل الملعب. اتضح انه ما في هذا الجانب النفسي، ما يشتغل عندهم صراحه، لانه مو برانكو فقط يتحمل المسؤوليه، انت لو تجيب اليوم افضل ان برانكو ب10 مرات ما راح يطلع مع هذه مجموعه اللاعبين، يمكن يجوز 5% او 10%، ممكن اضافه اكثر. ليش ابو جاسم؟ انا مو تقليل من قمه اللاعبين او نوعيه اللاعبين، قد يكون هم افضل، لكنه بنفس الوقت انت لازم توفر لهم ارض خصبه. جاسم دوري تعبان، دوري متهالك، دوري عنده اهم قاعده اللي هي قاعده الجمهور، بس ما في دوري قوي. انت اليوم كيف تبني منتخب؟ هاي احنا ابسط مثال لك العراق. صحيح العراق هذه فتره بسيطه عدنان رجال، دوري قوي صار، هسه نختلف نتفق في دوري قوي، في منتخب قوي صحيح، مباريات منظمه، اليه للدوري منظمه، عندك منتخب قوي.